مساء الخير مشاهدينا الكرام، أنا حنان جيلاني وأقدم لكم أخبار العاشرة. كالعادة دائما نبدأ بالعناوين. تدشين ستر دشيت أمامعه. إشادات بكل جوانب مشاركة المرأة في القاش بركة. لقاءات لتقوية التنظيمات الجماهيرية في النرويج. أربعة 34 قتيلا بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو. مقتل 4 جنود أرمينيين برصاص القوات الأذربيجانية في ناغورني قرهباغ. أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة. دشن في 28 من يونيو سد تردشيت أمامعه المشيد بأكثر من 5.5 مليون نقفة. وتفقد قائد هيئة أركان قوات الدفاع الفريق فيليبوس ولديوهانس وقائد القيادة الوسطى العميد تخلاي كفلاي والمدير العام لإدارة الأقليم الأوسط السيد زرئيت ولدبرهان السد بعد تدشينه. وقال مسؤول البنى التحتية الزراعية في قسم البناء والتنمية في الأقليم الأوسط المهندس أبراهام دانييل إن السد بدأ تشييده في شهر نوفمبر عام 2021 بتنسيق إدارة الأقليم الأوسط ووزارة الزراعة ومشروع الدهالو، وأنجز بالتعاون الفرقة العسكرية 39 في شهر مارس الماضي. من جانبه أوضح المدير العام لإدارة الأقليم الأوسط السيد زرئيت ولدبرهان أن إدارة الأقليم الأوسط وضعت برنامج لبناء سدود هذه السنة في عد عدك وعد حوشا وأفديو وتمامعه. وذكر مديرية قال نفحي السيد محاري يوهانس امتلاء الآبار التي كانت جفت مع بناء السد وحجزه المياه ويسهم في التنمية المروية. حضر مراسم تدشين مسؤول الشؤون التنظيمية في الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة السيد يوسف سايق ورئيس مجلس الأقليم الأوسط السيد أبراهام سمرة والضيوف المدعوون. تقع ضاحية تردشيت أمامعه على بعد حوالي 14 كيلومتر إلى الجنوب الشرقي من أسمرة. أفاد الاتحاد الوطني للمرأة فرع أقليم القاش بركة في الاجتماع التقييمي الذي عقدوه في مدينة بارونتو يومي 23 و24 من يونيو بأن مشاركة المرأة كانت فاعلة في كل المجالات عامة ومبادرات تشجيع قوات الدفاع خاصة. وقالت رئيسة الفرع السيدة إحداقة يوهانس إن العمل ركز في النصف الأول من هذه السنة لتقوية التأطير في القرى والضواحي وتمكين المرأة ورفع وعيها وتقوية القدرات الاقتصادية للاتحاد. وذكر تنفيذ مهام مرضية لمكافحة العادات الضارة وختان الإناث وزواج القاصرات وارتفاع مشاركة المرأة في التعليم والصحة ومساهمة كبيرة لمسؤولات الاتحاد في المديريات لإنجاح الجولة الثانية للتطعيم ضد سرطان عنق الرحم. وأوصى الاجتماع للدفع ببرامج رفع القدرات وتقوية دور المؤسسات الحكومية للدفع بأنشطة الاتحاد. عقد أكثر من 120 من القائمين على الجاليات والتنظيمات والاتحادات الوطنية في مختلف المدن النرويجية منتدى يوم 24 من يونيو لتقوية التأطيرات الوطنية. وأوضح مسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية في سفارة إريتريا في الدول الإسكندنافية السيد سيراك بهلبي أن التأطير أساس قوة المجتمع والقيادة والروح الوطنية، وأن الهدف من المنتدى خلق تأطيرات قوية للمرحلة الجديدة. وقال إن تنشيط وتفعيل وتنظيم قوي بمشاركة واسعة يخلق الأرضية لبناء مواطنين أكفاء، داعيا الجاليات والتنظيمات الوطنية للعمل بقوة لخلق تأطيرات قوية. وبحث المنتدى أهمية التأطير الواسع لعملية البرامج الموضوعة عامة وعكس الصورة الجيدة لإريتريا والإريتريين خاصة. ووضع المنتدى برامج عمل للوصول إلى الغاية المنشودة.
نظم تأهيلا للمرأة العاملة في المؤسسات الحكومية في مدينة عدقيح يومي 26 و27 من يونيو. وأوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة في مديرية عدقيح السيد إبراهيم بارولة أن التأهيل المنظم بتعاون الاتحاد الوطني للمرأة والاتحاد الوطني للشباب والطلبة هدف رفع قدرات المرأة في الإدارة والقيادة ومواجهات في مجال العمل. وأشادت المشاركات بالتأهيل المقدم الذي سيكون له دور في تطوير العمل. فاصل ونعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي، رجاء ابقوا معنا. قال جيش بوركينا فاسو إن مهاجمين مجهولين قتلوا 31 جنديا و3 من متطوعي الدفاع عن الوطن في هجوم بإقليم بام شمال البلاد. وأعلنت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن هجومين تفكيريين بشمال البلاد أوقع عشرات القتلى في صفوف العسكريين والمتطوعين في برنامج لمؤازرة الجيش في قتاله المتشددين. وعادة ما يكون هؤلاء المتطوعون مدنيين يتلقون تدريبا عسكريا لمدة أسبوعين ثم ينتقلون لمؤازرة الجيش عمليا ويقومون عادة بمهمات مراقبة وجمع معلومات أو مواكبة وإرشاد. وصرح مصدر أمني آخر بأن رد العناصر مكن من تحييد نحو 40 إرهابيا وتجري عمليات أمنية وتفتيش في هذه المناطق. وكان سكان تانو البوغو شرق تظاهروا احتجاجا على تصاعد الهجمات التفكيرية مطالبين بتزويد مناطقهم التي تحاصرها المجموعات المسلحة منذ أسابيع عدة بالتموين. أعلنت سلطات إقليم ناغورني قرهباغ المنطقة الانفصالية المتنازع عليها منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان مقتل 4 جنود أرمينيين بنيران القوات الأذربيجانية. وقالت وزارة الدفاع الانفصالية في بيان إن وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية أطلقت النار على مواقع أرمينية مشيرة إلى مقتل 4 جنود أثناء أداء مهامهم نتيجة الاستفزاز الجديد من قبل أذربيجان. جاءت هذه التطورات فيما تستضيف واشنطن مفاوضات جديدة بين أرمينيا وأذربيجان بهدف تسوية النزاع في ناغورني قرهباغ، حيث التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين بشكل منفصل نظيرها الأرميني أرارات ميزورويان والأذري جيحون بيرموف. ويخوض البلدان نزاعا حول ناغورني قرهباغ منذ أواخر الثمانينيات، ما أشعل حربين شهدت آخرهما عام 2020 هزيمة القوات الأرمينية وتحقيق أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة. أعلنت الحكومة الفرنسية نشر 40,000 شرطي في أرجاء فرنسا، من بينهم 5,000 في باريس وضواحيها القريبة لمواجهة أعمال شغب محتملة مرتبطة بمقتل مراهق برصاص شرطي الثلاثاء. وأوضح وزير الداخلية جيرالد دارمانان أن عدد القوى الأمنية سيكون أكثر من 4 مرات مما كان عليه في الليلتين الماضيتين اللتين شهدتا تصعيدا في أعمال الشغب والتخريب وإمدادها إلى مدن أخرى عدة في فرنسا. واستنكر الرئيس إيمانويل ماكرون مشاهد العنف ضد المؤسسات والجمهورية التي لا مبرر لها بعد أعمال شغب شهدتها عدة مدن فرنسية عقب مقتل مراهق على يد عناصر الشرطة. وعقب اجتماع وزاري أمني عقد في وزارة الداخلية، أعرب ماكرون عن أمله في أن تكون الساعات المقبلة أكثر احتراما تزامنا مع ترقب مسيرة لتخليد ذكرى الفتاة. من جهته أعلن وزير الداخلية الفرنسي توقيف 150 شخصا في أعمال عنف جديدة إثر مقتل الفتاة، منددا بأعمال عنف لا تحتمل ضد الرموز الجمهورية. أفاد جهاز أمن الولاية بأن القوات الأمن أطلقت عملية بحث عن 14 رجل من عناصر المنشآت التابعة للشرطة الذين خطفوا على أيدي مسلحين.
خطف مسلحون 14 موظفا إداريا من قوات الشرطة في ولاية تشيباس في جنوب المكسيك أثناء سفرهم على أحد الطرقات السريعة وفق ما أعلنت السلطات. وأظهرت تسجيلات مصورة نشرت على الإنترنت وما زالت النيابة تحاول التحقيق من صحتها عددا من الأشخاص يحملون أسلحة نارية ويرتدون سترات مضادة للرصاص قرب 3 شاحنات على الأقل قطعت الطريق السريع. وازدادت المواجهات مؤخرا بين المجرمين وعناصر إنقاذ القانون، علما بأن المنطقة تعد نقطة عبور معروفة للمهاجرين وتجار المخدرات. وسجلت المكسيك أكثر من 350 ألف عملية قتل ونحو 110 ألف حالة اختفاء نسب معظمها إلى منظمات إجرامية منذ أطلق الجيش هجوما مثيرا للجدل لمكافحة المخدرات أواخر 2006. في الختام إليكم تذكيرا بأهم ما جاء في هذه النشرة. تدشين ستردشيت أمامه إشادة بكل جوانب مشاركة المرأة في القاش بركة. لقاءات لتقوية التنظيمات الجماهيرية في النرويج. – 34 قتيلا بهجوم إرهابي في شمال بوركينا فاسو. مقتل 4 جنود أرمينيين برصاص القوات الأذربيجانية في ناغورني قرهباغ. أعمال شغب في فرنسا بعد مقتل مراهق على يد الشرطة. انتهت النشرة، قدمناها من تلفزيون دولة إريتريا. إلى اللقاء.